انا اسفه بس انا مش قادره اقتنع ان البريدنج وانقاذ الحيوانات ممكن يجتمعوا في شخص واحد. هل لو لقينا حد بيستغل قطه عنده في الجواز والخلفه وبيبيع عيالها في محل في منطقه شعبيه هنقول عليه حرام وما ينفعش؟ لكن لو شفنا حد بيعمل نفس الموقف وبيستغل قطه عنده في الجواز والخلفه بس بيبيع خلفتها في مكان راقي شويه والناس هاي كلاس شويه، ساعتها هنقول ان ده عادي؟ يعني احنا لما نبيع الحيوانات من منطقه في ايجيبت يبقى كده عادي، لكن لما نبيع نفس الحيوانات دي في منطقه في مصر يبقى احنا كده حرام؟ المبدأ واحد، المفروض المبدأ ما يتجزأش. ومن موقعي هذا بكلمكم بجعفر القط البلدي الاسود بتاعنا. على السوشيال ميديا اكتر من مرة ناس مشهورة جابوا قطة البيت، ولما الناس بيسألوهم الله جبتوها منين بيعملوا منشن لبيج، البيج دي عبارة عن ethical breeding house او ايا كان. مش عارفه، مش قادره اقتنع ان كلمه بريدنج وايثيكال ممكن يتحطوا في جمله واحده جنب بعض، او على الاقل مش في مجتمعنا دلوقتي، او على الاقل مش في الفتره بتاعت دلوقتي. كمجتمع عندنا عدد الحيوانات في الشارع تفاقم العدد المسموح بيه او العدد الطبيعي، احنا ما ينفعش نجيب حيوانات زياده الدنيا. لو هنبص للموضوع انسانيا فانت بتحرم قطط كتيره في الشارع محتاجه بيوت ومحتاجه انقاذ من ناس كويسه انهم يلاقوا نفس الفرصه بتاعت الحيوانات اللي انتوا بتجيبوهم في الدنيا عشان تبيعوهم وتستفيدوا بفلوسهم. انا عارفه ان في ناس من حقهم ان هم يختاروا النوع اللي هم عايزين يربوه، بس عارفه برضو ان احنا في مجتمعنا اتربينا على خدعه ان القطط البلدي مش حلوه. انا عندي اهو قطه بلدي مش مشيه حلوه بس شقيه جايباها من عجله عربيه، وعندي قطه تانية بلدي سودا المفروض انه بيجيب النحس زي ما الناس ما بيقولوا، وعندي قط تالت بعين واحده بس يلا، وعندي قط تالت بلدي اعور بعين واحده تقريبا كده، اللي شله عينه شله معاه نص فص دماغه الايسر لان هو عنده الغباء، عنده نسبة الغباء طاغية شوية على نسبة الذكاء. مش عارفة بصراحة هو يعتبر بلدي ولا لأ، بس أهو قط من الشارع. برضه شفت مؤخرا ناس عاملين ابلكيشن لتزاوج القطط، يعني اللي عنده قطة عايزة تتجوز تدخل يقلب كده يشوف الماتش بتاعها علشان يجوز قطته. الموضوع ده بصراحة مستفز جدا، مستفز جدا جدا لأبعد الحدود، لأن هو فيه نقط كتيرة لو قعدت اتكلم فيديو ساعة مش هيكفوا. اهم نقطة، هتعملوا في الخلفة ايه؟ هديها لاهلي واصحابي، هديها للناس اللي حواليا. ما هو لو الناس الحلوة موجودة كتير ما كناش لقينا كمية الحيوانات المرمية في الشارع دي. لو كل الناس المشهورة على السوشيال ميديا اتبنوا حيوانات من ملاجئ كنا هنلاقي ناس اكتر تشجع انها تتبنى من ملاجئ. لو كل الناس المشهورة على السوشيال ميديا بدل ما هم يختاروا انهم يشتروا قطة شروزي كيوت صغيرة انهم ياخدوا قطة بلدي كيوت من الشارع يتبنوها، كنا لقينا ناس اكتر بتتشجع انها تنقذ حيوانات من الشارع. والله يا جماعه الموضوع مش صعب، مجرد ما نعمل كنترول على عدد الحيوانات المرميه في الشارع وعدد القطط اللي بتخلف في بيوت الناس لغايه ما يرموها في الشارع، ساعتها اعملوا بريدنج زي ما انتوا عايزين. بس لغايه اللحظه دي واجبك كانسان بيحب الحيوانات انك تعمل حساب كل الحيوانات اللي في الملاجئ واللي بتترمي في الشوارع. مفيش حاجه اسمها ايثيكال بريدنج طول ما في حيوانات بتترمي في الشارع بتتعذب وبتتخبط بالعربيات وبتتسمى وبتتقتل، والليسته طويله. اتبنوا ما تشتروش، لان والله الحيوانات كلها زي بعضها.